لن أعيش جلباب أبي، سلسال الدم، رايا وسكينة، الليمبي، كلم ماما، سيد العاطفة. بص كام عمل حصل ده كمان غير اللي احنا ما قلناش عليهم. وبطلة الأعمال دي ما كانتش دارسة تمثيل، والله زي ما بقول لك كده. النهارده احنا معانا عسلية السينما المصرية، معانا عبلة كامل. هنحكي ازاي بدأت التمثيل وازاي وصلت لمرحلة ان لما يذكر اسمها بس في العمل بينجح، وسر حب الناس ليها. خليك بقى كده معايا وهات حاجة اشربها لان موضوعنا النهارده مطول شوية. خلينا كده نرجع لبداية عبلة كامل. عبلة كامل اتولدت في 8 ديسمبر في 1963 من مواليد محافظة البحيرة. اتخرجت في 1984 من كلية الآداب قسم مكتبات. بس هل هي هتتوقف عند النقطة دي؟ لا طبعا، هي هتكمل لأن عندها شغف التمثيل. تبدأ من مسرح صغير كده اسمه الطريعة في عباس العقاد، وبعدها عملت مونودراما وكان اسمه نوبة صيحان. ولما تعرفش كلمة مونودراما دي، بتبقى عرض مسرحي قايم على ممثل واحد بس هو اللي بيعمل كل حاجة، وده حقيقي بيثبت موهبة الأستاذة عبلة كامل وبيفتح ليها باب التمثيل. وأخيرا بيجي لها عرض إنها تمثل مع محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر، واللي ساعتها بيكون خلاص هي شهدت الأنظار، لدرجة إن الكاتب الكبير لين الرملي بيجيب لها مسرحيات كتير جدا علشان تشتغل معاه نظرا لموهبتها اللي شدته. واللي عملت معاه مسرحية الحادثة واللي كان بيشاركها ساعتها أشرف عبد الباقي، واللي ساعتها خلاص الطريق فتح ليها وبقت من الوشوش المحفوظة وهتبدأ مشوار التمثيل بتاعها. خلينا كده نرجع لبداية الأستاذة عبلة كامل في المسلسلات والأفلام ورحلة انتقالها من المسرح، وده بعد ما أثبتت دورها طبعا في المسرحيات. ونبدأ مع مسلسل ليالي الحلمية، واللي ساعتها ظهور أي ممثل فيه بداية لنجاحه نظرا طبعا لنجاح المسلسل. واللي كانت عامله دور بنت اسمها رقية اخت يحيى الفخراني، واللي دخلت مستشفى الامراض العقليه اكتر من مره، واللي بتعمل معاهم 4 مواسم كامله وبتثبت نفسها قدام نجوم كبير قوي. وساعتها في 1996 هيجي الدور اللي هيثبت للكل ان عبلة كامل مش ممثله عاديه، دي هتكون الميجا ستار. لما بيجي لها دور بطولة في مسلسل لحد دلوقتي أنا أو أنت أو أهلك أو أهلي ممكن نشوفها عادي جدا، رغم إن إحنا ممكن يكون شفناه أكتر من مرة. معانا مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، واللي كان من كتابة إحسان عبد القدوس وإخراج أحمد توفيق وبطولة الأسطورة نور الشريف. تخيل معايا كمية الإبداع اللي هيطلع من النجوم دول، وكمان زود عليهم عبلة كامل مع دور فاطمة كشري. والاسم اللي عبلة كامل مش هتنساه أبدا، واللي هيفضل معلم في تاريخها كله. ورأي الناس ومسلسل كان عاجبهم قوي فاطمة كشري. تخيل النجاح ده كله وما كانش فيه سوشيال ميديا أصلا، كله من رأي الناس في الشارع. وما كانش النجاح في مصر بس، لأ ده كان في الوطن العربي كله. فاطمة كشري كانت بتمر بمرحلتين: مرحلة بنت البلد اللي كانت بتساعد حبيبها عشان يكبر ويعرف يقدم لها، والمرحلة التانية الحاجة فاطمة اللي خلاص وصلت لدرجة كبيرة من الغنى، واللي ساعتها كانت متقمصة الدور درجة كبيرة، إن حتى مع أحداث المسلسل إنها بتكبر أكيد، وأكيد مش هتفضل بنفس شكلها وهي صغيرة. من كتر ما هي كانت متقمصة الدور زادت حوالي 17 كيلو في الوزن علشان بس يدي شكل واقعي للدور. ودي وزنك 17 كيلو مخصوص علشان دور في جلباب أبيض. هو ده حقيقي حصل. حتى طريقة كلامها، طريقة حركات ايديها، كانت اكنك فعلا بتتكلم مع ست كبيرة، مش كانت اللي موجودة من 10 حلقات مثلا. وان كمان الفنانة ناهد رشدي، واللي كانت عبلة كامل اصغر منها ب4 سنين كاملة، واللي ساعتها ناهد كانت عاملة دور بنتها. تخيل فرق 4 سنين بينهم، مش سنة او سنتين. واللي ساعتها عبلة كامل حفرت دور علامة كبيرة في تاريخها. والفنان يوسف الشريف ذات نفسه كان طلع في لقاء وقعد يشكر فيها اكتر من مره على دورها، وانها فعلا كانت عامله الدور حلو قوي. انت لو قلت لحد بس مسلسل لن اعيش جلباب ابي هيقول لك فاطمه كشري مش عبد الغفور البرعي. وهنا بقى جايين نتكلم عن اصعب دور للفنانه عبله كامل، دورها في فيلم سارق الفرحه، واللي كان بيحكي انها عامله دور فتاه ليل. بس استنى، الدور ده مختلف، ما كانش بيحكي عن فتاة الليل، لا ده كان بيحكي عن الجانب التاني للبنات دي. واللي ساعتها عبلة كامل كانت خايفة جدا تعمل الدور، لأنها كانت بتقول لو الفيلم فيه مشاهد حسية أنا مش هعمله. انا كنت خايفه انه الدور يبقى فيه مشاهد حسيه وانا مش إن هو هعرف الدور اعملها.
وده اللي كان بيميز عبلة كامل عن أي ممثلة تانية. والفيلم كان بيركز على تفكير الشخصية عاملة ازاي وطريقة تفكيرها من ناحية تانية، أكيد أنت فاهمني. والفيلم على قد ما الإيرادات ما كانتش أحسن حاجة، على قد ما كله أشاد بعبلة كامل. ولو فاكر نجاح عبلة كامل وقف لحد الأفلام والمسلسلات تبقى غلطان. عبلة كامل عملت دور في دبلجة فيلم البحث عن السمكة نيمو، واللي كانت عاملة دور السمكة دوري، رغم انها ما كانتش واخدة دور كبير بس صوتها ساب علامة في الفيلم فعلا. عموت مختار عموت مختار مختار عموت مختار عم. وكمان كانت مشاركة في فيلم الكرتون اللي كان معمول بإيد مصرية وعربية، واللي اتعمل في فترة كبيرة قوي، واللي بينزل أخيرا في 2020. وكانت عاملة دور مش كبير ساعتها، بس أهو الفيلم نزل وبترجع السينما تاني وبتبدأ تغير جلدها كله. وفي 2002 بتعمل دور من أحلى أدوارها في السينما، واللي ساعتها بتعمل دور أم الليمبي مع محمد سعد. الدودة كان عامل قلبان حرفيا في كل مشهد ليهم سوا، كفاية بس المشهد اللي كانت بتخليه يغش في الامتحان محو الأمية. الفيلم كان ناجح لدرجة كبيرة أوي في السينما، وهيكون بصمة في الجيل كله، واللي مفيش فيلم كوميدي يقدر يعدي الفيلم ده، واللي لسه لحد دلوقتي الإفيهات اللي فيه لحد دلوقتي لسه بتضحك. وخالتي فرنسا من كتر ما الشخصية نجحت هيكون ليها عالم تاني لوحدها، وكل فيلم هياخد شخصية فرنسا في حتة تانية، زي فيلم خالتي فرنسا، واللي كانت فرنسا واخدة الفيلم كله مع منى زكي، والكيمياء بينهم كانت عالية أوي ساعتها. وفيلم كلم ماما اللي كان متمحور على العسلية وبنتها، وفيلم سيد العاطفي مع تامر حسني، وفيلم عودة الندلة، وقصة الصراع بين إن ابنها مش عايز يعترف بيها. كفاية الرياكشن بتاعها في الفيلم بعد الحفل، درس لكل ممثل عايز يتعلم تمثيل لازم يتفرج على المشهد ده. تعالى بقى لازم نتكلم عن مسلسل رايا وسكينة، واللي اتعمل في 2005. تعالى اقول لك ازاي المسلسل ده صاب بصمة في التلفزيون المصري. تعالى اقول لك قصة الجريمة البشعة دي الاول. ان الجريمة كانت بتحكي على 2 اخوات اسمهم رايا وسكينة، واللي كانوا عايشين في اسكندرية. والقصة بتبدأ ان ستات بتختفي كتير قوي في ظروف غامضة، وكان العمل المشترك بينهم انهم اصحاب رايا وسكينة وبيكون عندهم ذهب كتير. دي القصة باختصار. تعالى بقى نتكلم عن المسلسل عمل الجريمة دي ازاي. عبلة كامل عامل دور ريا، وسمية الخشاب عامل دور سكينة، ومعاهم سامي العدل وصلاح عبد الله وفتحي عبد الوهاب، نجوم تقيلة في المسلسل برضه، فطبيعي يطلع كده. واللي ساعتها شوف كمية الكوميديا في الفترة اللي فاتت دي. تعالى بقى شوف ازاي تتحول في المسلسل ده مشاهد ريا في قمة الرعب. متتخيلش ان كمية الابداع دي تطلع منها، لدرجة ان الفنان فتحي عبد الوهاب كان فعلا بيخاف منها. هي كانت بتتحول اول ما الكاميرا تدور، اسطورة تمثيل بمعنى الكلمة، وكل ده من غير نقطة افورة ولا مكياج ولا اي حاجة. استاذة عبلة كامل بتتحول، دي كانت اول مرة في حياتي اخاف فعلا خوف حقيقي وانا قدام الكاميرا. انا كده اختي اللي كانت بتستنى معاهم، هو الاربع رجاله اللي كانوا بيموتوا. انا مالي او حتى انها تفرض رايها على الكاميرا. كميه قبول مش معقوله. بس في الاخر رايا وسكينه وقعوا بسبب ورك فرخه الظابط عرضه على البنت. وساعتها في 2008 اخر فيلم لعبلة كامل، وتودع السينما كلها بفيلم بلطية العين، الست اللي مسؤولة عن أمها وأختها وعيالها، واللي كمان كانت واقفة قدام رجال الأعمال عشان محدش ياخد البيت بتاعها. مشاعر وأداء تحسسك إن دي فعلا حياتها. وهنتكلم عن آخر عمل ليها في مسلسلات، مسلسل سلسلة دم بأجزائه ال5 من 2013 لحد 2018. والفترة دي كانت مفيش حاجة بتعملها غير المسلسل ده لحد ما المسلسل يخلص، وهي كمان اعتزلت وسابت لينا اعمال كتير قوي تستحق فعلا ان احنا نشوفها، واللي بترجع تظهر لينا من كام يوم في اعلان فودافون، واللي كان وحشنا قوي ان احنا نشوفها تاني على التلفزيون. وبكده نكون اخدنا رحلة كاملة مع واحدة من اهم ايقونات السينما المصرية والتلفزيون في مصر، الفنانة عبلة كامل. من بدايتها البسيطة في مسرح الطليعة لأول مونودراما ليها لحد النجومية في أعمال خلت اسمها علامة مميزة لأي عمل تشارك فيه. عبلة كامل مش بس ممثلة، دي أسطورة في التمثيل، قدرت تجمع بين الكوميديا والدراما والرعب والإحساس الحقيقي بالشخصيات، خلت كل دور تقدمه يسيب بصمة مش بتتنسي. أعمالها
سواء كانت مسلسلات زي لم أعيش في جلباب أبي أو سلسلة دم ورايا وسكينة أو أفلام زي الليمبي وخالتي فرنسا وكلم ماما، كلها بتثبت إنها كانت دايما في القمة وبتحبها الناس، مش علشان الشهرة بس لكن عشان موهبتها اللي خلتها تدخل قلب الجمهور. وفي الآخر عبلة كامل علمتنا إن التمثيل مش بس كلام على الشاشة، ده حياة كاملة، إحساس حقيقي وقدرة على التحول أي شخصية لحقيقية قدام عين المشاهد. وعلشان كده حتى لو اعتزلت أو بعدت عن الشاشات، اسمها وأعمالها هيفضلوا علامة مضيئة في تاريخ الفن المصري. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك سبسكرايب عشان اشوفك في حلقات جاية. اشوفك على خير بإذن الله في فيديوهات جاية وحكايات جديدة. مع السلامة.